السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بداية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيديو اليوم تعريفي تسويقي أو جزئين، يعني تابعوا إياي الله يعطيكم العافية للأخير، على أساس يعني بعدين بتشوف عندنا محل تسوق. وهنا قبل هذا نتعرف على، أنا يوم أخذت لكم وياي اليوم إلى العوامية. توجد العوامية في مدينة القطيف، يعني محافظة القطيف. ومعروف زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله النخيل والزراعة. معروف محافظة القطيف بنخيلها، بالأراضي الزراعية إليها. بعدين نتكلم عنها، وفيها إنتاجات أيضا، إنتاج الخضار واللي هي والفواكه. هنا زي ما انتم شايفين ماخدتكم وياي إلى المكان اللي جاي وياكم فيه، مهرجان الأغذية الشعبية. بنتعرف عليه بعد شوي. بس وين موجود هذا؟ جنب حديقة الرامس. طبعا بالنسبة للرامس، نتعرف على ليش سميت الرامس. هو أنا في يا جماعة كان في أرض زراعية إنتاجية موجودة في منطقة الحمامية من قبل. وكان هذه الأرض الزراعية، يعني في أحد قال لي كده إنها هي تعتبر أرض زراعية خصبة تاريخية. يكثر فيها إنتاج الطماطم. فمعروف هنا اللي هي العوامية معروفة بطماطم مشهورة رامس بإنتاج الطماطم. معروف الرامس، الطماطم الرامسي يعني سعره أغلى لأنه مميز والكل يدور عليه، يعني وإلى مواسم الظهر. فهو حتى يكون أحيانا لونه مختلف شوي، يتميز بأنه لذيذ أكتر من الطماطم العادي. اللي جاي العوامية والقطيف يحاول يشتري له اللي هي الطماطم الرامسي. هنا الآن أنا وياكم في حديقة اللي هي الرامس زي ما قلت لكم في العوامية. بندخل إياكم الآن للمكان اللي موجود فيه المهرجان. زي ما انتم شايفين المهرجان، يعني انتم يمكن تفكروا انكم تلاقوا اكل وكده يعني، او زي البوفيه. لا، هنا الفكرة لهذا المهرجان فكرة جميلة على فكرة. طبعا انتم عارفين ان المملكة العربية السعودية تتكون من عدة مناطق. طبعا الأشهرها اللي هي المنطقة الشرقية، طبعا أنا بديت بيها لأن أنا من الشرقية. طبعا والغربية والجنوبية والشمالية والوسطى وعديد من المناطق التانية. هنا الفكرة إيش؟ إن بتلاقوا الآن مكان جامعين فيه 4 أو 5 مناطق، وكل منطقة تعرف باللي هي المأكولات الشعبية اللي هي موجودة عندها. دائما يعني الواحد يقول وش يعني الأكلة المشهورة في دي البلد. هنا الآن إحنا إيش الأكلة المشهورة في كل منطقة، الأكلة الشعبية. وشيء جميل إنه حاطين يعني جنب كل يعني ما أدري إيش تسميه، كشك ولا مكان، موجود اللي هي الطريقة مع الوصفة. الآن بتشوفوا وياي قبل ما ندخل للمهرجان. زي ما انتم شايفين هنا مساحة كبيرة، مكان كبير. هذا أنا لما قربت من جنبه كان مكتوب عنده، أنا سألت قالوا هذا دوار العمدة أو بيت العمدة. زي ما انتم شايفين هنا المهرجان هدول الله يعطيهم العافية، سألتهم قال ممكن تصورين عادي. الله يعطيهم العافية، يعني يقدموا هنا طبعا تعرفوا التمر والقهوة من التراث. هنا زي ما انتم شايفين مهرجان مأكولات شعبية. شوفوا المكان طبعا زي ما انتم شايفين مقسم إلى مناطق. الآن أنا بقول لكم إيش، استنوا شوي، أنا شوية ما حبيت أصور اللي هي يلا نتعرف الآن على الأكلات اللي موجودة في كل منطقة. شايفين هنا طبعا أنا مستحيل زيكم أشوف إلا مكتوب، كبروا الصورة. أنا كبرت الصورة وموجود على فكرة موجودة هذه عندنا هنا مقطوطة. أنا عندي جنبي الصور موجودة بشكل مكبر عشان كده أقراهم لكم. في عندهم مقطوطة وفي عندهم البكيلة وفي عندهم الطريقة. الشيء الجميل حاطين الطريقة. هذه هي المنطقة الشمالية مشهورة بالبكيلة والمقطوطة و... وفقع باللبن. أنا زي ما قلت لكم أيضا مو واضح عندي القراءة. كبروا كبروا بتستفيدوا موجود هنا اللي هي أنا لما كبرت عرفت كل واحد كيف يتكون وكيف يعني من إيش مكوناته، وممكن الطريقة أيضا فتستفيدوا. فاهمين؟ أول مرة أعرف أنا بصراحة باللي هي البكيلة والمقطوطة. طبعا الآن في المنطقة الشرقية معروف إحنا هنا موجود عندنا اللي هي صورة المفلق الروبيان، وأيضا الهريس، وأيضا اللي هي القيمات. معروف هذه الأكلات الشعبية الموجودة. زي ما قلت لكم اليوم هذا فيديو تعريفي يعني.
وموجود طريقة، شايفين حاطين لكم المنطقة الشرقية، وحاطين جامعين لكم كل الصور في صورة واحدة. أنا ما شفت أثر للكبسة بصراحة في أي مكان في المناطق. ما أدري هم خاص قصدهم الأكلات الشعبية مثلا، ما أدري. فزي ما قلت ركزوا ان احنا نتكلم على الاكلات الشعبية. جيت لكم الان الى المنطقة الغربية، قلت لكم كل منطقة مشهورة بشيء معين. هنا استنوا شوي. هنا دي شوربة الحب. هم هذه المنطقة يعني مشهورة عندهم شوربة الحب الحمراء والبليلة. ممكن أحد يقول إحنا أيضا عندنا هذه الشوربة، ما عليه، بس هم مشهورة عندهم. المنطقة هذه الغربية مشهورة عندهم، اللي هي حاطين لكم الصور اللي تشتهر فيهم. هذا أيضا أتوقع ده مطبق. طبعا معروف حشوات مطبق فيه بالجبن، بس هم مشهور عندهم اللي بالجبن، وفي حشوات تانية في المنطقة هذه. يعني لما تروحوا تسافروا تطلبوا عندهم الأشياء هذه، يعني يكون أكيد يعني يجيدوا عملها أكتر، تاخدوها من نفس المصدر، عرفتوا. في ناس طبعا في مناطق تانية تجيد نفس الكلام يعني. وأيضا عندهم اللي هي المنتو. المنتو معروف عبارة عن عجينة وكده، ولها طريقتها. زي ما قلت لكم هذه اللي هي المنطقة الغربية. الآن المنطقة الجنوبية، شوفوا إيش لقيت في المنطقة الجنوبية. أنا أول مرة الخبز هذا أتعرف عليه، اللي هو خبز الميفا. مكتوب هو يتكون من إيه، زي ما قلت لكم كبروا الصورة، وأنا مثلكم ما مستحيل أقرأ إلا لما أكبر الصورة. هنا أيضا يعني معروفة العريكة دي من قبل، صح، معروفة. وموجود عندهم اللي هي بطاطس، اللي هي الجيزاني، منطقة جيزان يعني، عرفتوا. حاطين عليها صوص معين. وفي طبعا تعرفوا الحنيني. هذه الصورة اللي حاب يتعرف على الحنيني، التمر عبارة عن تمر وعجين الضار، والكليجة معروفة اللي هي شبيهة باللي هي المعمول كده، بس نوع معين مشهورين فيه. وأيضا الجريش، يعني حاطين الجريش في المنطقة اللي هي الجنوبية، واللي هي زي ما شايفين لونها أبيض. الآن اللي هي المنطقة الوسطى عندهم دي اللي إيش دي، كبيبة حائل. شايفين؟ المهم يعني كلها أكلات جميلة. في برا موجود عندهم بعض اللي هي الكشكات. أنا ما جلست بصراحة. وفي هناك اللي حاب لسه يروح، الدخول على فكرة لازم عن طريق التسجيل، اللي هي للمناطق هذه اللي فيها الأكلات. وموجود هنا أيضا اللي هي المتحف. وزي ما شفتوا من شوي بيت العمدة والمتحف، ده موجود كله في الرامس، اللي هي المكان التراثي الجميل. يعني جميل طبعا الواحد يعني، المباني التراثية والأشياء والأماكن التراثية جميلة جدا. الآن يا حلوات اللي يحبوا القسم الثاني اللي هو التسويق أو التسوق، شوفوا هدول الشال، يعني الشال مع النشتة. شايفين حجمه كبير على فكرة، وسعره 19 ريال. ألوان ما شاء الله تبارك الله، طبعا مو إعلان. وهنا أيضا ب20 ريال. شايفين اللي هي البلايز هذه، في ألوان كثيرة، الألوان جميلة، في تنوع وفي مقاسات طبعا. ب20 ريال المكان هذا، وهذا ب10 ريال. أسعار حبيت أصور لكم الأسعار واللي هي والألوان والموديلات يعني. توب سنتر، ظهر اسمه توب سنتر. افتتح مؤخرا. فهذا أنا صورت لكم في يومين، يعني اللي هي الرامس يوم وده يوم، بس حبيت أدمجهم يعني. شفتوا المكان كبير جدا. أنا اللي تحت على فكرة ما صورت لكم مع الأسف صراحة. يعني أنا صورت اللي فوق على أساس خاص بس بالملابس أكتر شيء، يعني الملابس يعني النسائية. في تحت ملابس أيضا، بس يعني يمكن أطفال أو كده. فهنا في أيضا الأطفال، يعني شايفين عندهم كل شيء اللي هي موجود عندهم. أخذت لكم جولة عشان زي ما قلت لكم تتعرفوا. أحيانا ممكن تدوروا على دي الأشياء اللي هي هذه الأشياء دي كلها جاكيتات. كل جاكيت سعره 30 ريال. طبعا زي ما انتم شايفين ألوان جميلة، وبتحسوا فيه كثرة في يعني في المعروض يعني. وعجبوني دول الكيوتات حق الأطفال، المواليد الحديثة، ما شاء الله تبارك الله. أحيانا واحد يدور لبس للطفل، الله شايفين هذه في أحد خلاه وتركه، بس جميل جدا. وعندهم أيضا هذه الحجابات
اللي هي ألوان جميلة. حاولت أقرب لكم السعر، أنا بصراحة مو شايفة، انتوا كبروا السعر وشوفوا بكم. ألوان جميلة جدا يعني بس أتوقع يعني، وهنا قسم كبير للعبايات زي ما انتوا شايفين، مكان كبير وواسع، ويعني ما في زحمة صاير، يعني وسعة المكان يعني تفيد أيضا. هنا زي ما أخذت لكم جزء تصوير بسيط على العبايات. هذه اللي هي الدرجة الأفضل، شايفين درجة اللي هي جاكيتات أفضل، فتكون يمكن سعرها أغلى شوي، يعني مو ب20 طبعا، على أساس النوعية أفضل. هو اللون الأسود أفضل شيء في الجاكيتات. هنا شايفين أيضا للأولاد اللي في هذا السن، طبعا اللي حاب يتعرف بس أخذوا جولة وياي. زي ما قلت هذا موجود محل في الدمام. دايما أنا أتكلم ويجيني سؤال وين موجود هذا المكان. موجود في الدمام يا حلوات، افتتح قريب يعني مؤخرا. وما شاء الله، أنا وأنا أمشي على فكرة بين الممرات هذه تحسوا يعني بزخامة المعروض، ما شاء الله. سبحان الله طريقة العرض، يعني تشد أبيض أبيض، فما شاء الله تبارك الله يعني. الله يزيدهم كمية كبيرة من المعروض على أساس الناس تستفيد يعني. والله يوفق الجميع طبعا، وألف شكر لكم يا حلوات اللي تابعوني. شكرا لكم على التعليقات. وهنا اللي حاب ياخذ للهدايا للمواليد، وأيضا عندهم كده يعني الأشياء اللي هي خاصة بالمواليد، يعني مو بس لبس، ليس فقط لبس. شايفين. وشكرا يا حلوات على أي تعليق جميل منكم، وإن شاء الله يعني الكل يستفيد. عندهم هدول الجلابيات اللي هي يعني حق رمضان ولا حق يعني زوارة، ألوان جميلة ومتنوع. أنا عجبني ذا اللون على فكرة، ما أدري إذا كافيه ولا وش ولا جملي. وكان جميل سيمبل وبسيط، وجنب اللون الثاني الأخضر أيضا بسيط. والله أنا ماني شايفة السعر، أنا حاولت أقرب لكم. زي ما انتم شايفين كان عندهم لبس جميل أيضا، وعندهم لبس حق المناسبات. وزي ما قلت لكم القسم اللي تحت خاص باللي هي عفوا الشوزات الأحذية، وخاص بالأطفال. واللي حاب يعني يسأل يقول وين هل هذا بس هذا؟ لا، في تحت خاص للأطفال وخاص للرجال أيضا يعني. فأنا ما صورته مع الأسف. أنا هنا في الدور الثاني. زي ما قلت لكم في لبس للمناسبات، أيضا للمقاسات الكبيرة. أنا لاحظت في مقاسات كبيرة، وفي الأشياء اللي هي البسيطة، وفي الأشياء الناس تحب. كويس إن حاطين يعني عديد من اللي هي الألوان. شايفين تنوع في الألوان، يعني كل واحد ياخد اللون اللي يناسبه. مكان كبير يعني، مكان يعني شايفين هذا جميل جدا. مكان شايفين انتوا بس امشوا كده وتفرجوا تحسوا بزخم ما شاء الله تبارك الله، والله يزيدهم ووفقهم يعني. وهنا ايضا عندكم حاطه لكم السعر، يعني سعره بسيط. يعني سعر يناسب جميع اللي هي، شوف الالوان، سعر يناسب الجميع. يلا في امان الله وبالتوفيق.